بسم الله. فيديو خفيف كده ان شاء الله هتكلم فيه بس عن اوبسيديان وليه بستخدمه الفترة الأخيرة دي ويعني وعامل الفيديو ده ليه. طيب الفكرة انا كنت بستخدم نوشن عادي زي اي حد، وكان يعني هو جميل، هو ستيل جميل، وباخد عليه النوتس بتاعتي ومرتبها والدنيا جميلة. وبصراحة ما كانش عندي اي دافع ان انا مثلا ادخل اخد حاجة غير نوشن. اقول ليه يعني، ليه اوبسيديان؟ فكنت اسمع كلام بقى كتير بقى اوبسيديان بقى وقد ايه جامد وبتاع وكده بس نزلته ما فهمتش اي حاجه، وشفت ان هو مجرد اداه عاديه جدا. بالعكس بالنوشن احسن بكتير ومنظم عنه كتير. يعني انا بقدر اخد النوتس بتاعتي براحتي واقسمها على البيجز وكده والدنيا الطف بكتير. بس الفكره بقى ان انا لما اتغيرت فكرتي عن النوتس نفسها وطريقه النوتس فاخترت الأداة اللي تساعدني أبني الأفكار بتاعتي. طيب يعني إيه؟ يعني نوشن، اوبسيديان، نوت باد، ورق، أيا كان، هي كل الحاجات دي مجرد أدوات. فالفكرة بس إن أنا غيرت الطريقة اللي باخد بيها النوتس والطريقة اللي بذاكر بيها. فعشان كده تحمست إن أنا أعمل الفيديو ده، وخصوصا إن اوبسيديان ساعدني في الحتة دي. طيب عندي دلوقتي نوتس اوريدي موجود على نوشن، عايز اعمل لها اكسبورت مثلا تكون عندي في اوبسيديان وابدا استخدمها براحتي. هضغط هنا على ال 3 دوتس دي واجي على الاكسبورت. فين اكسبورت؟ اكسبورت هنا. وان انا ممكن استوردها اي حاجه HTML PDF، بس انا اخدها كمارك داون والسي اس في عشان انا بتعامل مارك داون في اوبسيديان وهستورد كل حاجه. اختار everything وهاخد include السب بيجز لو في اي حاجه جوه او كده، واخليه برضو ممكن لو في مثلا بيج جوه بيج في نوشن انا اخليه يعمل لي فولدر ليها برضو. ده الاستراكشر بتاع نوشن على اكسبورت. بس هو دلوقتي بيحاول يعمل لي اكسبورت، هيعمل لي زيب فايل. هنزله. انا نزلته خلاص، فهعمل اكستراكت بقى الفايل بتاعي ده، اكستراكت هير مثلا. يبدأ يعمل اكستراكت الفولدرات بتاعتي وكده، وادخل احطها في النوتس دي بقت عندي هنا كده، واسيبها عندي هنا كده مع الفايلات بتاعتي الاساسيه بقى اللي هو كل حاجه هنا. يعني مثلا دي كان اسمها 0x00 ماسترنج بايثون. دي كانت بايثون مثلا، ممكن اسميها اي حاجه. يعني انا ممكن ارجع اسميها هنا مثلا بايثون بقى خلاص، او سوري، او بايثون مثلا. في عندنا بايثون فهسميها مثلا بايثون سيشن. كانت سيشن في بايثون، ودي النوتس بتاعتها. حلو. بس فبالتالي عمل لي شويه الفايلات اللي موجودين عندي دول السكشنز الموجوده، الريدمي فايلز اللي جوه فيلوانت بايثون وهكذا. طب افتحها ازاي؟ انا عايز افتح الحاجات دي كده في اوبسيديان. فانا لما فتحته مثلا كده وقال لي مثلا ده كان اسمه ابراهيم سلام، ده فعلا كان فولدر فايل عندي في الاوثرز ابراهيم. ماشي. دي البلوج مثلا، وده الحاجات اللي انا كنت عاملها. في حاجات بتبقى بسيطه يعني، يعني مش مظبوطه، بس حاجات بسيطه خالص. ماشي. دول مثلا السكشنز اللي موجوده مثلا عندي في الوانت بايثون مثلا. دي كانت نوتس من كتاب كنت بذاكر فيه. ماشي. بريمتيف داتا تايبس، كل حاجه اتنقلت معايا. شويه ريسورسز برضو موجوده. فانكشنز مثلا زي كنت بذاكر الفانكشنز والنوتس بتاعتها والفرق بينها وبين ايا كان. فبالتالي انا ما خسرتش برضو النوتس بتاعتي على نوشن. وطبعا الفيديو يعني يكون حاجه خفيفه، وزي ما قلت كده لو احنا هندخل نشعبولي العملية شوية. هنعرف بس الدنيا ماشية ازاي في اوبسيديان. نعرف الجي يو اي بتاعه، السيتنجز بتاعته، شوية مثلا في الثيمز بتاعتها ماشية ازاي وازاي نغيرها، والاديتور والبلجنز والتمبلتس، وازاي نكتب مارك داون والحاجات دي كلها، وازاي نظبط الانفايرمنت بتاعتنا يعني عموما. ودي حاجة، خطوة اكيد في ناس عارفاها،
ممكن تسكيب لو عارف الحاجات دي. كمان اللي يقول مثلا انا دلوقتي عرفت استخدم الاداة كويس قوي، بعرف اتعامل، بعرف اكتب مارك داون، بعرف اخد نوت، بعمل فولدرات. فالاضافة هيكون ان شاء الله في اضافة الطريقة اللي انا باخد بيها النوتس، وشايف من وجهة نظري انها مفيدة الى حد ما، وهي طريقة مختلفة، وأوبسيديان بيأدي فيها هنا شوية عن نوشن وغيره يعني وكده من تجربتي. فهشارك التجربة بشكل عام، وأتمنى من الله يعني الفيديو ما يكونش ممل أو حاجة. بس خلينا نبدأ بقى بالإنستريشن كده. احنا هندخل هنا عادي نكتب في الجوجل obsidian.md، ندخل على الداونلود على ماشي. فهيقول لي مثلا اخش على الداونلود هنا كده، او get obsidian for windows، واعمل له داونلود. بالنسبه لي مثلا ده obsidian تمام، اضغط عليه دبل كليك عادي جدا. بس فانا مش مع السيتنجز بتاعتي عادي، ويبدا يقول لي مثلا هتوديه فين، اقول له طبعا في السي عندي في البروجرام فايلز، وابدا نكست انستول وامشي معاه عادي. اول ما يفتح معايا هيقول لي مثلا الواجهه دي، فانا هقول له خلاص تمام انا عايز اعمل create a new vault. ايه هو الفولت؟ هو الفولدر. حلو، يعني هو فولدر عادي جدا، وهنعرف ده مع بعض دلوقتي. create folder مثلا، اسم الفولدر مثلا ايه، اقول له مثلا هسميه نوتس مثلا. البراوز هحط مكان الفولدر ده فين، سي مثلا انا هحطه في الاي مثلا، اعمل له فولدر هنا كده، سي سميته مثلا obsidian test هنا كده، وهختار select الفولدر ده. فاي حاجه هتتحفظ في المكان اللي انا قلت عليه ده. طيب نشوف الموضوع ده ازاي. create خلاص، يبدا يفتح لي الواجهه دي قدامي. طيب فدي الواجهه بتاعته الاول ما بتظهر قدامي كده. حلو، انا هقفل دي كده، هو بيعمل لي باي ديفولت نوت موجوده عندي كده. انا همسح كل حاجه، هبدا من الصفر. ماشي. طيب نتعرف كده على الواجهه بتاعتنا. طب انا عايز اعمل زوم ان وزوم اوت. كنترول وبلس. حلو، كنترول وماينس بيصغر ويكبر. فهنلاقي الواجهة عندنا متقسمة 3. عندنا الجزء اللي على اليمين ده، اللي على اليمين ده هنعرفه لما نكتب نوتس وكده. في التاجز، في الاوتلاين لينكس، يعني مثلا لما اللينكات المرتبطة ببعضها هنعرفه مع التعامل يعني وكده. وده الجزء اللي على الشمال. ده الجزء اللي هو يكون فيه مثلا لما اكتب نوت، اعمل فولدر، ارتبهم وهكذا. بس ده اقفلهم وافتحهم، يعني مثلا عندي كذا فولدر مفتوح واقفلهم وافتحهم مع بعض يعني. بس ده الجزء اللي على الشمال. ده الجزء ده بخصوص ايه، ان انا مثلا ببحث عن نوت موجودة فعليا، مثلا اكتب مثلا نوت لو هي موجودة، لو مش موجودة هيعملها لي هو. يعني مثلا انا قلت له نوت مثلا كده، هي مش موجودة، فعمل لي كرييت ليها اوريدي. حلو، انا حبيت اكريت نوت تانية، اكتب مثلا نوت 2، وبقول لي هنا ايه انها اوريدي يعني موجودة، فاكتب نوت 2 مثلا. ممكن اعمل فولدر واسميه مثلا تيستنج، احط في الفولدر ده مثلا جوه نوت جديدة، واضيف فيها كده في الفولدر دي، واسميها مثلا سب نوت مثلا، سب نوت مثلا، وهكذا. الحتة مثلا بتكلم فيها اللي هي دي، مثلا لو عندي كذا فولدر بفتحه واقفلهم مع بعض يعني كده. بس فدي الحتة اللي على الشمال. بس دي كده مثلا اقدر اسيرش على حاجة جوه الفولدرات نفسها، يعني جوه الفولدر نفسه. يعني انا مثلا كتبت مثلا تاج مثلا هنا كده، سميته مثلا ابراهيم، واجي سيرش مثلا كده اكتب بالتاج مثلا كده، عايز اكتب بالتاج ابراهيم مثلا فيجي لي ابراهيم ده، وسيرش بس. فهيجي لي الريزلتس اللي هنا ابراهيم النوتس دي. فسيرش ممكن اسيرش بالتاج، اسيرش بالباث بتاعه، اسيرش باسم الفايل، مثلا اسم الفايل اللي هو نوت مثلا اهو. اقدر اسيرش عادي خالص من غير اي حاجه، نوت بس كده. اقدر اسيرش بايه تاني، بالسكشن، بال probability اللي هو الخصائص بتاعته او كده. بس دي الهيستوري اللي انا يعني سرشت عليه. الجراف لما تيجي تعمل كذا نوت مع بعض،
فتلاقي الدنيا مربوطة ببعضها. ماشي، بس عشان لسه مفيش ربط بين اي حاجة هنا، فتلاقي الدنيا مفيش حاجة مربوطة ببعضها لسه. وايه تاني عندنا مثلا دي هنعرف الجراف تاني كمان شوية. الكانفاس دي مثلا ان انا عايز اعمل مايند ماب. مثلا ان انا هكتب مثلا مايند ماب بتاعتي مثلا، هذاكر مثلا هشتغل على نفسي كباك اند ديفلوبر مثلا. محتاج مثلا اتعلم مثلا حاجة واضيف كارت مثلا. انا مثلا محتاج اتعلم نتورك، بيزك نتورك. محتاج مثلا اتعلم لينكس مثلا، يعني شوية لينكس. محتاج سي مثلا اتعلم سي او سي بلس بلس او بايثون، ايا كان يعني مش رود ماب اهي. ف فدي مثلا بتبقى مايند ماب، ممكن اقدر اذاكر بيها، اربط بيها الافكار بتاعتي لو بذاكر من كتاب او حاجه، وهنرجع لها برضو بتفاصيل اكتر. طيب، عندنا حاجه اللي هي الديلي، الاوبن ديلي نوتس. ان انا مثلا بكتب يوميات بتاعتي، وكل حاجه من دي ان شاء الله هنجيلها بتفاصيل تاني لما نعرف نكتب نوتس وكده. اكتب نوت مثلا، النوت بتاعتي اهي كتب لي مثلا النهارده 25 تاريخ تسجيل الفيديو ده. فسي ان انا مثلا اكتب له مثلا اي حاجه. سي ان اكتب مثلا تاسك مثلا كده، تاسك. وسي مثلا كمان هنا تاسك مثلا، اقول له تاسك 2 مثلا. المارك داون ده احنا هنكتبه برضه مع بعض، بنستعرض بس الايه، الواجهه بتاعتنا في الاول بس. وشويه هنا التمبلت فولدر، فدي هنعمل لها كونفيجريشن برضو، حوار التمبلت ده في الاخر. بس الكوماندز بقى اللي عندي شويه الاوامر اللي انا ممكن استخدمها وانا شغال. بس دي كده بالنسبه للواجهه الاماميه. احنا بس آه قلنا ان احنا عرفنا الواجهه ماشيه ازاي، عامله ازاي، اليمين وشمال، يمين وشمال والحته اللي في النص دي اللي انا بكتب فيها النوتس بتاعتي. نوت هنا مثلا ان انا عايز اميز حاجه، مثلا احط مثلا حاجه هنا. سي ان انا اكتب مثلا في النوت دي كده مثلا، اخليها مثلا ايه، الكانفاس دي مثلا عايز اضيف حاجه هنا كده، بوك مارك. انا هخليها مثلا اعملها بوك مارك هنا. حلو، انا هضيفها هنا زي عندي مثلا زي تويتر، زي لينكدين، زي اي حاجه انا بفضلها عندي مثلا عايز ارجع لها، حاجه مميزه بالنسبه لي. فاروح هنا على البوك مارك واعمل لها بوك مارك واضيفها، واكتب مثلا عليها النوتس مثلا فيفورت نوتس مثلا او كده، وتبقى دي مثلا النوتس المفضله بتاعتي مثلا. ايا كان الحاجه مثلا محتاج ارجع لها تاني، مهمه قوي بالنسبه لي وهكذا. بس دي كانت الجي اي بتاع الاوبسيديان. وال دي كده كانت الفرونت اند بتاع اوبسيديان ماشيه ازاي، والدنيا فيها ماشيه ازاي. ندخل بقى على ايه، على السيتنجز. فعرفنا الدنيا ماشيه ازاي. قبل بقى ما ندخل نكتب اول آه فاحنا كده عرفنا الدنيا ماشيه ازاي. خلينا بقى نكتب اول نوت لينا يعني. خلاص قلنا ان دول موجودين تمام، مش مشكله. انا عايز اكتب نوت، كنترول ان، او باجي هنا واقول له نيو نوت، واسمي مثلا النوت بتاعتي دي فيرست نوت. طيب، انا مثلا اكتب في النوت بتاعتي والله مثلا انا مثلا اتكلم عن حاجه زي الايه، مش عارف اللي نكتب عن ايه. الفيديو مثلا اللي انا المفروض اسجله، اوبسيديان مثلا ده. ميزه كمان في اوبسيديان ان هو يقدر يكتب من اليمين للشمال، و... ومن الشمال لليمين عادي برضو. بس فدي ميزه برضو مش موجوده في نوشن.
ونوشن جامد بصراحه، بس يعني ما اختلفناش، بس دي ميزه في اوبسيديان. وزي ما قلنا ان كلها نوتس إيه وزي ما قلنا ان كلها مجرد، زي ما قلنا ان كلها ادوات في النهايه. انا اللي بقدر اوظف الاستخدام بتاعي. انا بقول ايه؟ عموما بس فانا مثلا كتبت النوت بتاعتي دي. عايز بقى ان بشوف مثلا انا فانا كتبت النوت بتاعتي دي، وبشوف بقى الناس مثلا بتخش كده على جيت هاب مثلا كده، بلاقي لا الحاجات مش مكتوبه بالشكل ده. الكلام بيبقى فيه هيدنج ولينكس وحاجات حلوه كده. طيب، فدي حاجه اسمها المارك داون. ايه المارك داون؟ هي طريقه كتابه جميله. ماشي، فاحنا هنتعلم طريقه الكتابه دي. هنكبر الدنيا شويه كده. إيه، طريقه الكتابه دي يا ابني يا حبيبي الله يهديك اكبر. يلا. ماشي. حلو ده. ف اجي مثلا كده اكتب مثلا الهاش او الشباك او مش عارف بنسميه ايه، ايا كان الشكل ده. هكتب مثلا دي heading 1. طيب، انا عشان اخلي نمسح بقى الحاجات دي كده، نكتب مثلا ان ده كده مارك داون. عندي تحت حاجه كده احنا ما اتكلمناش عليها، اللي هي اللايف بريفيو. يعني مثلا انا قلت ان انا بكتب مارك داون، الطريقه اللي بكتب بيها في اوبسيديان. منها انا خلاص مجرد ما اخلص السطر ده واعمل له انتر، هيعمل لي لايف بريفيو بيبرهوني زي ما هيشوفوا الناس بره عادي خالص، زي ما بيشوفوا مثلا في جيت هاب وكده وفي الريدمي فايل وكده، ان هو قايم على فكره الدوت ام دي فايل. حلو. انا ممكن برضو اخليه ان انا سورس مود، ان انا طول ما انا شايف الحاجه قدامي كده، دي مثلا هيدنج 2. ماشي. فمش هيديني البريفيو بتاعي بس. او مثلا انا ممكن اخليه ريدنج فقط لو حابب اقرا بس مش هقدر اعدل حاجه. فانا بحب اللايف بريفيو في حاجه ان انا بشوف مثلا آه، بشوف وانا بعدل على طول. حلو. فنرجع بقى للمارك داون سريعا، انا مش متمكن منها قوي، بس هتعرف هتكلم على اللي انا عارفه فيها. الهيدنج مثلا سي قلنا ان دي هيدنج 1. الهيدنج قلنا ان بنكتب علامه الشباك دي. حلو. ودي الهيدنج 1. هيدنج 2 تبقى 2 هاشتاج دول مع بعض، ونكتب هيدنج 2. هكذا بقى هيدنج 3 تبقى هيدنج 3. هيدنج 4 هيدنج 4 يا سلام. وهكذا هيدنج 5. دي الحاجات بقى انت تكتشفها مع الوقت يعني. حلو. هيدنج 6 ايا كان عيش عيش. طيب، فدي كده طريقه الايه الهيدنجز. مثلا انا مثلا ده عنوان، وتحتيه بقى تحت الهيدنج 1 مثلا ده اقدر اكتب مثلا ايه ابراهيم سلام مثلا، وهكذا. فاي مثلا ده عنوان، الهيدنج 1 ده شايل الليله دي كلها، شايل كل الحاجات دي. طب هيدنج 2 مثلا ممكن اعمله كده. فبالتالي هيدنج 1 هيدنج 2 شايل الحاجات اللي جواه. حلو. فدي فكره الايه الهيدنجز. طيب، انا عايز مثلا اكتب الخط بتاعي مايل شويه زي حالنا، فنكتب اللي هو علامه الاندرسكور دي. حلو. ماشي، واكتب مثلا ايه وورد مثلا. فبالتالي هي خلاص اوريدي بقت مايله. بس وفي الاخر اندرسكور، عشان لو حبيت اكتب حاجه مثلا بعدها وورد مش تبقى مايله زيها. طب اكتب وورد تاني، خلاص احطها ما بين ايه اللي هي الاتنين دول، اندرسكور في اولها واندرسكور في اخرها. طيب، كمان حاجه، الخط اللي هو مثلا زي ما يكون مزخرف. صح، مزخرف. اه.
فاكتب مثلا وورد برضو كده بالشكل ده ما بين 2 $، يا اكبر سيكا كمان، اكبر من كده انا مش عارف نروح فين بصراحه. I think ده اكبر حاجه. طيب فالوورد دي برضو $، $، هنا كده تاني. يبقى انا وورد $، واكتب مثلا اي حاجه $، فدي طريقه الايه المارك داون اللذيذه بتاعتنا. طيب عندنا ايه تاني؟ أم... عايز اكتب كود مثلا، عايز اكتب كود مش كود، لا كود هنجالها دلوقتي. الكود بتاعي مثلا، واكتب مثلا print hello، نكتب كبايثون 2، نكتب بايثون 3 مثلا، نكتب print مثلا hello world. يا سلام، ماشي. ف بالشكل ده دي طريقة الكود، في ان انا بكتب 3 دي حرف الذال على الشمال في الكيبورد، حلو، ب3 فوق و3 تحت، واكتب مثلا هنا مثلا دي سي انها بايثون مثلا، واكتب برنت مثلا اهو اللي عرفت انه بايثون، او تو مثلا برنت مثلا هاي مثلا. حلو، اجي مثلا اعرفه مثلا ان دي مثلا اكتب كود تاني واعرفه مثلا دي بي اتش بي، اقول له مثلا ايكو هلو. اجي مثلا اكتب كود تاني واعرفه برضو بحرف الذال اللي على الشمال ده 3 كده، 3 فوق و3 تحت، بس عايز افصلهم عن بعض يعني بس كده. واقول له مثلا ان دي سي مثلا او سي بلس بلس ايا كان بقى، وقعد بعيش بقى براحتي، اقول له مثلا انكلود ستاندرد انبوت اوتبوت بلا 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 الى اخره يعني. اجي مثلا اكتب الكود بتاعي، بكتب لحرف السهم ده اللي هو مش عارف دي اكبر منه ولا اصغر منه، عموما مش متاكد. ماشي، فنكتب مثلا وما نيل المطالب بالتمني، ايا كان يعني مطالب ايا كان، خلاص والله ما اكتب. ماشي، وتكتب الكود بتاعك عادي، وتكتب مثلا كود تاني تكمل بس، خلصت. فدي بقى عندك كود بتاعتك خاصة بيك انت، مثلا حاجة انت بتحب تكتبها، او حاجة كودز بتاخدها مثلا من كتاب من حاجة بالشكل ده كده. عندنا ايه تاني في المارك داون؟ I think مم، مم، بس اللينك في المارك داون برضو، مثلا ان انا عايز عندي لينك الحاجة، عندي مثلا زي ان انا عندي اقول له مثلا كليك هير، حلو، واروح انا قايل له مثلا في الكليك هير دي HTTPS مثلا اكس مثلا دوت كوم، تروح مثلا على موكا 0x00، حلو. فبقى التالي عمل لي الايه الكليك دي ان هو كليك خارجي، حلو. ده طريقه المارك داون. عملت ايه بالظبط؟ عملت زي ما قلت تاني، عملت البراكتس دي، البراكت دي، براكت، براكت وبراكت، واكتب اللي انا عايز اكتبه هنا ويظهر، وبعد كده ما بين القوسين دول اكتب اللينك بتاعي. يعني مثلا اللينك بتاعي مثلا https مثلا github.com 0x موكا مثلا، حلو. وانا عايزه لما يضغط مثلا على كلمة جيت هاب هيروح هنا، حلو. فلما يضغط على الجيت هاب هيقول لي ايه؟ هيروح على اللينك الخارجي اللي هو بره. بس فدي طريقة اللينكات الخارجية اللي احنا بنطلع بيها بره لل... البتاع ده. بس I think دي طريقة الماركت داون يا رب. كمان في حاجة، التاسكات. يعني مثلا عايز اعمل تاسك، حلو. قبل ما نخش على التاسك، طيب كمان في حاجة برضو الليست. الليست مثلا عايز اكتب حاجة ليست مثلا او حاجة، بقول له مثلا ان انا عايز بولد ليست، بولد اللي هي شكلها مدورة حلوة كده. فاقول له مثلا نمبر 1 ماشي. مثلا عايز اكتب حاجة تانية، اقول له نمبر 2. عايز اكتب مثلا حاجة تالتة طيب انا دلوقتي دي عملت لستة، طب انا عايز اعمل سب ليست.
يعني لستة جوه لستة جوه لستة. طيب، فدي لستة اهي، تمام. وانا واقف تحتيها عايز اكتب مثلا نمبر 2 دي متفرع منها كذا حاجة. حلو. فتاب هيدخلها جوه، يقول له مثلا والله ايه، انت عندك اكس مثلا، والواي والزد مثلا، وعندك A، وعندك B، وعندك C. حلو. كل دول بقوا سب ليست ضمن الليست اللي هي اللي فوق دي، اللي هي نمبر 2 دي. حلو. اكتب بقى مثلا نمبر 3 في النهاية. دي ليست. حلو. بقت دي ليست عادية خالص، دي ليست ودي ليست ودي سب ليست، يعني ليستة تابع الليستة بتاعت يعني اكس والواي والزد والحاجات دي تبع ايه، نمبر 2. حلو. طيب، اتمنى من الله ما يكونش الموضوع بس ممل او حاجة، ولو ممل وحسيت انك مش فاهم حاول تعيده تاني. لو ما فهمتش حاجة يبقى العيب مش منك او منك، العيب مني. واسيب لك مصادر برضو تقدر تبص عليها لو بتشرح الموضوع احسن مني بألف مرة يعني. طيب، الليست بقى اللي هي مترتبة شوية، عندنا مثلا حاجة زي نمبر 1، اكتب 1 مثلا ودوت. حلو. واكتب خلاص، هي عامل ليست مرتبة. فهكتب مثلا ايه، مايك مثلا، عايز مثلا اشتري مثلا سبيكرز مثلا، سبيكر مثلا يعني. واضغط انتر، هو خلاص هو شايف ان دي اوردر ليست، ليست مرتبة، يبدأ يرتبها لي واحدة واحدة هو. بس وهي مثلا خلاص خلصت، اضغط انتر مرة كمان هيخرج بره دي، وابدأ اكتب براحتي مثلا اي حاجة بقى، مثلا هلو مثلا. بس I think دي طريقة المارك. انا كل مرة I think بفتكر حاجة، فكفاية كده طريقة المارك داون دي. الصراحة افتكرت حاجة كمان، معلش. التاسك، ان انا عايز اعمل مثلا تاسك شكله حلو كده، واكتب مثلا ايه تاسك، ويبقى شكله لو تشيك كده. واو، ماجيك. ماشي. فاكتبها ازاي؟ أم، بكتب علامة الداش دي برضو زي ما عملنا في الاوردر ليست. حلو. وبعد كده اكتب براكتس دي مفتوحة مفتوحة، اهم حاجة افتحها كده الاتنين مع بعض، واخد مسافة كمان. يعني انا خدت هنا ايه، اول حاجة كتبت دي، كتبت اللي هي الداش دي، وبعد كده خدت مسافة فعمل لي ايه، بولد ليست، ليست هيعمل لي ليست يعني. حلو. فعملت له البراكتس دي اللي هي ايه، البراكتس الاقواس المربعة دي، وافتحها بسبيس، يعني انهم يكونوا مفتوحين كأني مثلا في مسافة بينهم كده بالظبط. اوريدي خلاص عمل لي ايه تاسك. فاكتب مثلا تاسك 1، واضغط انتر هينزل لي تاسك 2، بعد كده تاسك 3، وهكذا. خلصت انتر كمان، خلاص هو خرج بره. اكتب اللي انت عايزه براحتك. فانت تقدر تكتب بالطريقه دي. اتمنى ما اكونش نسيت حاجه. الصوره برضو، الصوره ان انا ممكن اعمل لينك لصوره موجوده او صوره خارجيه. احنا قلنا اللينك لحاجه خارجيه بنعمل ايه، بنعمل مثلا ايمج مثلا كده، واكتب مثلا ايه https جوجل 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 دوت كوم. ماشي. ف ايه الفرق ما بين دي ودي؟ ان مثلا لو هي فعلا في صورة، دي اللينك بتاعها، هيجي هنا في الاول خالص واعمل علامة الاستفهام دي، هيجيب لي الصورة لو هي موجودة، بس دي مش موجودة اوريدي. نقول دلوقتي حبيت اضيف صورة، سي مثلا انا عندي صورة في جوجل مثلا او كده، واخدت اللينك بتاعها ده كوبي، وعملت كوبي ايمج لينك للصورة، يعني عملت كوبي للصورة دي. حلو. اللينك بتاعها يعني، وحطيته هنا كده. حلو. واجي اعرضها مش هتتعرض، فبالتالي لازم نعمل ايه، الصورة في الريدمي فايل علامة الاستفهام دي، وبعد كده البراكتس، وبعد كده انا ممكن اعمل لها حاجة مثلا اقول مثلا دي ايمج. هل شرط اساسي؟ مش شرط اساسي خالص ان اكتب الحتة دي، بس المهم ان انا احط اللينك بتاعها هنا، زي ما عملت في اللينك الخارجي اللي هو
فهتظهر قدامنا بالشكل ده كده. اتكت عليها بس كده تاني معلش. اول حاجه قسمناها تلاتة، اول حاجه دي، وبعد كده البتاعه دي كده، حتى لو شلتها مش مهم خالص، المهم ان يكون اللينك بتاعها هنا. حلو، ده اللينك بتاعها موجود هنا. يبقى تاني متقسمه تلاتة، متقسمه لدي، وبعد كده براكتس ومكتوب فيها او مش مكتوب. مثلا عشان مش مكتوب فيها دي، فلو هي ما ظهرتش او مش موجوده او حصل ايشو او حاجه، بيظهر زي الت كده، اللي هو بتقول لك دي اسمها ايمج مثلا، او اسمها كذا، او سبونج بوب مثلا. اكتب سبونج بوب سكوير بانز، ماشي. فمش عارف كتبها صح ولا غلط، مش مشكله خلاص. في الاخر بحط اللينك بتاعها هنا. حلو. بس فبالتالي لو نزلت له كده هيقول لي خلاص انت عندك اتنين سبونج بوب دلوقتي. طب اهم حاجه ما تسيبش مسافه هنا بس. خلاص اوريدي كده خلاص بقى عندي اتنين سبونج بوب. طيب انا عندي صوره في الجهاز عندي، ممكن اجيبها بالمسار برضو، يعني بدل ما احط اللينك الخارجي ده احط المسار بتاعها، او ان نروح سهله على سنه خالص، نروح جايبين الصوره كده داخلين الاوبسيديان رامينها كده، فراح هو جايب لي ايه المسار بتاع الصوره هنا. سبونج بوب، سبونج بوب سكوير باتس، هي سبونج بوب اسمها هنا اهي. فهو جابها باسمها وحطها لي هنا، عمل لها لينك داخلي. بس هو الفكره هنا، هنلاقيه ان هو حط الصورة هنا، خزنها عنده في في فايل يعني. فهنظبط الحتة دي كمان برضو، ان هو يخزن بقى الحاجة بتاعتنا فين، في مكان معين وكده. بس يعني كده عرفنا عن الريدمي فايل تقريبا، وعرفنا خلاص يا وحش رحنا فين. يعني اتعرفنا على الريدمي فايل، وعرفنا ازاي نجيب صور، وازاي نكتب التاسكات بتاعتنا، والليستد والانليستد، واللينكات الخارجية والكود والخط المايل والهيدنج والحاجات دي. فاعتقد ان احنا كده عرفنا نكتب نوتس ازاي. ناخد بقى لفة كمان في ان احنا نفهم الابليكيشن نفسه ماشي ازاي، والسيتنج والتمبلتس والحاجات الحلوة دي، وازاي ننظمها، وازاي نغير الثيم بتاعنا، كل الحاجات دي. وفي النهاية هنقول بقى ازاي نوظف الحاجات دي في صالحنا في طريقة هنتكلم في وقتها عليها يعني، عشان ما شتتكوش. بس فخلاص كده عرفنا المارك داون والدنيا ماشيه ازاي، والابلكيشن نفسه فكرته ايه. هنعرف بقى ايه التمبلتس وبلجنز والحاجات دي دلوقتي. عذرا بقى لو في صوت مروحه او حاجه، بس الجو حر جدا بصراحه، فمش هستحمل اكتر من كده. فنكمل. اضيف بس حاجه كده على المارك داون، حته مثلا نكتب الخط بولد يبقى كده، يعني مش عارف ولا زي سب بولد يعني كده، ماشي. يعني يبقى تخين يعني شويه كده، بس بالتو استريكس دول اللي هو دي ودي، يعني وبينهم الكلام. يعني مثلا اذا اكتب هنا مثلا ايه هلو مثلا بالشكل ده تبقى بولد مثلا. طيب انا عايز اعمل حاجه عليها هايلايت، اخليها مثلا هايلايت، ان انا هايلايت عليها مثلا زي مثلا معايا قلم الفوسفوري ده، معرفش مش ماركر تقريبا، ماشي. فبحط ايه ايكوال ايكوال، واكتب مثلا هلو وانهيها بايكوال ايكوال. بس خلاص بكده انا عملت هايلايت مثلا لحاجه، سي مثلا هلو ابراهيم، يبقى انا عملت هايلايت لهلو. برضو عندي حاجه زي ان انا اعمل خط مايل تاني زي حالك بالظبط كده، str مثلا او string ايا كان بقى، ماشي. فيطلع لي الخط شكله عامل كده. نهاية الموضوع ده هنتكلم في حاجة اسمها لينكينج، ان انا عايز اعمل لينك ما بين فايل وفايل. احنا عرفنا ازاي بنعمل لينك خارجي، ازاي نعمل لينك صورة، ولا لينك خارجي فوق هنا اهو، وعرفنا كل المارك ده ماشي ازاي. عايزين بقى نعمل لينك لملف خارجي. مثلا عندي مثلا ملف اسمه ريفرنس مارك داون او ريف مارك داون، عايز اعمل له لينك، عايز لما اضغط هنا يوديني الفايل ده. او لو خدتوا بالكم من حاجه،
مش في اوبسيديان خالص. في الصوت التكه بتاعت الماوس والهايلايت الازرق ده كان شكله ويرد جدا، وانا شلته عشان كان مزعج بصراحه. ماشي، فلما اضغط عليه هيوديني المارك للايه، للريفرنس مارك داون دي. وفي ريفرنس مارك داون دي انا عامل برضو لينك تاني للفايل اللي اسمه مارك داون. حلو. طيب اعملها ازاي؟ بالبراكتس، اجي تحت خالص مثلا هنا كده، اقول له براكت براكت، هو بيقترح عليا يعني اللي هو ايه، قواس مربع وداخل قوس مربع كده. حلو. ويبدا مثلا يقترح عليا عايز تضيف مثلا تعمل لينك للنوت هنا. حلو. هو مثلا important مثلا، ماشي، نوت مثلا، واعمل ايه لينك للنوت دي. طب انا اضغط عليها كده هيوديني، او آه اضغط على كنترول والماوس ويوديني برضه. طب دي هتنفعني في ايه؟ لما ابدا مثلا بقى ايه، فاكرين الجراف اللي احنا كنا كل حاجه كانت لوحدها؟ دلوقتي لا، هتلاقي في ربط بين المواضيع. يعني هتلاقي مثلا لينك دي مربوطه بسب نوت مثلا، الريفرنس مارك داون مربوطه بمارك داون، المارك داون هي رابطه ايه، نوت، يعني رابطه نوت، ومارك داون برضو رابطه ريفرنس مارك داون. فهتلاقي افكارك كلها مربوطه ببعضها قدام عينك، على عكس مثلا دي لوحدها، دي لوحدها، دي لوحدها. لكن انا دلوقتي مثلا عرفت ان في علاقه بتربط ما بين مارك داون وريفرنس مارك داون، وريفرنس مارك داون ليها علاقه باللينك، ولينك ليها علاقه بسب نوت، وهكذا. فانا هنا ببدا اشوف افكاري واضحه قدامي بشكل بسيط خالص ولذيذ. يعني ما مش فكره مثلا ان انا اعمل فولدرات، مثلا سي ان انا سميت فولدر سي، بي اتش بي، بايثون، او تيستنج، ايا كان، وابدا مثلا في السي اشتغل واكتب حاجات. اشتغلت في سي مثلا، حلو، دخلت في بايثون مثلا، وجيت على نقطة مثلا حاجة مثلا زي عايز ريفرنس مثلا حاجة زي سي بايثون او سايثون، فعايز لينك بيها. فبالتالي لا، انا اصلا هي مش هتلاقي مثلا في بايثون حاجة لها علاقة بسي. فبالتالي فكرة الجراف دي، او سوري، فكرة الجراف دي بتربط الدنيا ببعضها، وبتخلي الدنيا اوضح بكتير يعني. بس فدي فكرة اللينكات، اللينك مثلا ما بين الفايلات وبعضها زي ما عملنا هنا مثلا كده، ان مارك داون ليها علاقة بريفرنس مارك داون، ودي رابطة بدي، ودي رابطة بدي، ودي مثلا رابطة بدي، وهكذا. فلما تلاقي الدنيا رابطة ببعضها كده، ف... فده بيسهل علينا ربط المواضيع ببعضها. مثلا يعني عايز مثلا اشوف حاجة زي كده مثلا، والله اتك كنترول واقف عليها، هيوديني ليها ويوريني ده شكلها عامل ازاي. بس فدي فكرة المارك داون، ان انا فكرة اللينكينج انها بتربط الدنيا ببعضها، وتخلي عندي رؤية واسعة للنوتس بتاعتي، مش كل حاجة منفصلة. لا، انا عايز اجمع الدنيا كلها، بحيث لو في حاجة ريليتد بحاجة تانية تبقى مربوطة ببعضها. طيب هل الربط بيقف هنا بس؟ لا. طب خلينا نشوف حاجة، نفتح مثلا حاجة زي نوت دي كده، زي مثلا انا عايز اعمل بروبرتيز بروبرتيز ايا كان. هعمل الثلاث شرط دول كده، ابدا اقول له بص انا عايز اعمل بقى بروبرتيز للبروبرتيز، مش عارف، المهم خصائص للحته، للنوت بتاعتي مثلا. اضيف لها تاج بقى، اضيف لها تاجز. يعني ايه تاجز؟ انا قلت مثلا تاج مثلا زي ده كده، النوت دي مثلا كتبت فيها عن البايثون مثلا، كتبت مثلا كده بايثون، وكتبت بلا 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 بلا. حلو، وخلصت. وعايز اضيف مثلا التاج ده حاجه، هي حاجه ريليتد مثلا بال بالايه مثلا، بالبايثون مثلا، او حاجه مثلا ريليتد مثلا بالجايثون مثلا. فدي دي تاجات انا ابدا اسيرش عليها مثلا او كده،
لما اجي سيرش برضو بتسهل عليا الدنيا. لما اجي مثلا اخش على حاجه مثلا بالتاج، بيقول لي اه والله انت دي ريليتد بكذا وكذا في نوت واحد مثلا، دي موجوده برضو في نوت تانية، في نوت كذا، في نوت كذا. فدي برضو بتقدر تعملي لينكينج بالدنيا ببعضها. فانا مثلا ممكن اضيف دي مثلا دي سايثون مثلا. حلو. فقال لي انها موجوده هنا مرتين. اضيف مثلا ابراهيم مثلا، قال لي انها موجوده برضو في نوت هنا. ابراهيم ماشي، موجوده في نوت برضو. فدي بالتالي حاجه اقدر اسيرش بيها. يعني جيت مثلا هنا اهو سايثون مثلا دي عندي، واجي مثلا في ريفرنس مارك داون، هقول له اختار لي مثلا سايثون، وسيرش بالتاج على سايثون، هيقول لي موجوده هنا وموجوده هنا. طيب هل تساعدنا في الجراف؟ اه تساعدنا في الجراف برضو. فانا هدخل على الجراف مثلا دلوقتي كده، وسيرش مثلا افلتر مثلا بالتاج مثلا، والتاج اضغط مثلا التاج اللي اسمه ابراهيم مثلا، فاشوف هو موجود فين. حلو. وابدا اظهر التاجات دي، ابدا اظهر التاجات. آم، والفلتر براحتك بقى، يعني انت تجرب وتعيش. الجراف ما استخدمتهوش كتير قوي، فنجرب وتعيش يعني براحتك. بس فبالتالي مثلا هتلاقي مثلا في النوت عندي هنا كده، لو جيت مثلا في النوت نوت دي كده. حلو. انا عايز نفصل الدنيا بس كده لو جيت في نوت مثلا هتلاقي فيها ابراهيم، التاج بتاع ابراهيم ده موجود هنا فيها، فعشان كده مربوطه بيها في الجراف. طيب لو جيت برضو هنا على سب نوت، فين سب نوت؟ في تيستنج اكيد، في سب نوت مثلا، في برضو التاج اللي اسمه ابراهيم ده موجود فيها. فبالتالي لما جيت فلترته هنا، فقال لي في السب نوت برضو مربوطه بايه؟ بابراهيم، بالتاج ده برضو. فتقدر تربط بالجراف ده بكذا حاجه، سواء باللينكينج بالفايلات، او بالتاجز. انا عايزك تجرب وتخش تعيش يعني. خش يا شباب جربوا وعيشوا. خش العب، امرح، كسر دشمل وجرب عادي. الحمد لله قفلت الصوت بتاع الكليك. ونرجع تاني. دلوقتي انا لو قلت ان انا لو جيت عملت كنترول ان، بيعمل لي نيو نوت. حلو، نوت جديده. نيو كنترول ان، نوت جديده. طيب النوت اللي بتظهر دي، انا مثلا عايز النوتس ما تبقاش بره. طيب انا عندي الاستراكشر بتاع الفايلات بتاعي عامل كده. الفولت الرئيسي اللي هو ده، يعني مثلا خلي دي كده على كده. عندي الفولت الرئيسي، وعندي مثلا جوه الفولت الرئيسي ده سي مثلا، وعندي هنا بي اتش بي، وجوه بي اتش بي ده هو فولدر جواه حاجات تاني عادي، وهكذا. فانا مثلا عايز اي حاجه جديده تبقى موجوده مثلا في انبوكس مثلا، اي نوت جديده. فبالتالي مثلا انا لو جيت عملت نوت كده، بدل ما كل شويه مثلا عندي كده فولدر سي اسمه انبوكس. حلو. فانا عايز النوت الجديده تدخل هنا، بدل ما تروح مثلا بره هنا في الروت بره خالص. وبرده كمان عندي مثلا لما بضيف صوره او حاجه زي سبونج بوب دي كده، او ارميها مثلا، مش عايزها تبقى بره، انا عايزها مثلا تبقى في مكان ونسميه مثلا اسيتس. حلو. في الاسيتس دي انا عايز سبونج بوب دي موجوده هنا، اي حاجه بعد كده ارميها تتحط هنا دايركت. فده ياخدنا لحته ايه؟ السيتنجز بقى بتاعت البرنامج نفسه، وناخد لفه حلوه فيها كده. طيب اول حاجه ده الفيرجن بتاعه، يعني بديهيات بديهيات. آه دي شويه حاجات كده، الابديتس بقى، واللغه اللي لو انت عايزها مثلا عربي، فارسي، اسباني، الماني، ايطالي، ايا كان. شوف انت محتاج ايه، بس انا مرتاح في الانجليش شويه معاه اكيد يعني، كليا بصراحه. الهيلب، انت تشوف بقى الكوميونتي بتاعهم وتدور وكده. الاكونت ده انت مثلا لو بتعمل، عايز النوتس بتاعتك دي تفتحها من اي جهاز تاني، احنا زي ما قلنا ده فولدر على جهازك انت الخاص بيك انت بس. آه، يعني هو النت فاصل مش فاصل، ده جهاز على الجهاز عندك انت بس. فانت لو عايز مثلا تسync او تعمل تزامن بالفولدرات بتاعتك دي من اي جهاز تاني او حاجه، فبالتالي انت محتاج تدفع.
في البرنامج، او ليها بلجنز يعني زي حاجات زي درايف. في حاجه مثلا في البلجن اسمها جيت بتعمل سينكرونايزيشن عادي. ما مش في حاجات فري، بس دي فيتشر موجوده تقول لك والله انت لو عايز باوبسيديان نفسه يوفر لك ده من غير بلجنز من غير لف ولا دوران بتدفع اشتراك بس. ده الجنرال يعني. طيب الايديتنج بقى، الاديتور سوري الاديتور بتاعنا اللي هو بيبقى بره ده، دي شويه حاجات فيه كده. نصور سيكا بس كده عشان ناخد راحتنا. سيكا دي عندنا مثلا انا لو دخلت هعمل تابة جديدة، ده بيقول لي انت تخش على edit على طول ولا تخش على الريدنج على طول، تخش كأنك بتقرأ. دي مثلا الديفولت edit ان انا مثلا بعمل له لايف بريفيو ولا اعمل له سورس. زي ما قلنا اللايف بريفيو انها بتبقى ظاهرة التعديل تك مثلا هاش مثلا وهيدنج 1 وكده، والتك انتر بيظهر لي كأنه ايه البريفيو عادي جدا. فبيظهر لي كانه ريدنج وكانه اديتنج مع بعض. ولا عايز السورس بس كله يبقى هاشتاجات كلها واضحه وكل حاجه واضحه بس. دي برضو اديتنج مود اللي هي يعني ان اظهر دي تحت هنا. لو جيت قفلتها هنا كده قال لي ما تظهرهاش هنا، وهنا فتحت هنا ظهرت لي هنا على الشمال هنا راحت على اليمين سوري. ماشي. دي بقى شويه اعدادات تبص عليها كده. انا مثلا عايز اظهر اللاين نمبرز مثلا، عايز اظهر كام سطر موجود بيظهره لي. بس عايز تفعله تفعله، مش عايز تفعله براحتك برضو. سبيل تشيك انك بتخليها متفعله مثلا لو في حاجه غلط يقول لك مثلا ايه، عشان لو في جمله غلط او حاجه يقول لك الجمله دي غلط او صح او كده. وبرضو ممكن تضيف لغه تانية غير الانجليزي او كده، حاجه مثلا زي الايطالي تقريبا، الماني، معرفش، الباني، ايا كان بس مش عربي عموما بيصحح اخطاء يعني. بس دي برضه شويه اعدادات بص عليها. طيب الفايل بقى. طيب انا دلوقتي هنا بقول له ان انا لو مسحت الفايل بتاعي هيروح على الموف. بقول له موف تو تراش سيستم تراش. اللي هو لما اعمل ديليت للفايل انت هتروح هتلاقيه في التراش بتاعك هنا كده موجود هنا. حلو. او ممكن تخليه في دوت تراش فولدر بتاع اوبسيديان او تمسحه خالص. طيب حته الدوت تراش دي فين في اوبسيديان؟ فين؟ حلو. هتفتح الفولدر بتاعك هتلاقي كل الفايلات هنا منها دوت اوبسيديان. دي فيها البلجن والجراف وفيها الاعدادات بتاعتك وكده. ودي الفولدرات ودي الفايلات اللي احنا عملناها كلها. فهو هتلاقيه تقريبا هنا. ما جربتش بصراحه بس هو هتلاقيه في النطاق ده يعني بتاع لا دي يا اما هنا يا اما جوه بصراحه. ما جربتش بصراحه، بس انا في العادي بحبه في الايه في يكون في السيستم بتاعي عموما يعني. طيب دي برضو انا ان انا مثلا لما اعمل ابديت لللينك بتاعي للانترنال لينك يعمل له ابديت. يعني ايه؟ هنرجع لها تاني نتكلم فيها. لو مثلا زي سميت النوت بتاعتي نوت حلو وعملتها مثلا من ريفرنس نوت عملتها لينك ورحت مغير نوت دي فتتغير اوتوماتيك. فانا هنبص عليها ما معقدش الدنيا. طيب دلوقتي مثلا انا لما اعمل نيو نوت بتحط في الفولت فولدر اللي هو ده، اللي هو مثلا ده كده بيتحط بره هنا. ولا انا عايزه في حاجه سبيسيفيك مثلا زي مثلا عايز احطه في انبوكس مثلا، او احطه بي اتش بي، او احطه هنا. حلو. او احطه مثلا او انا مثلا في اسيتس وهعمل نوت جديده فيتضاف عليها. لا انا عايز اقول له انا عايز احطها مثلا في انبوكس، اي نوت جديده تتحط في انبوكس. فيقول لي ايه سوري ان سبيسيفيك فولدر. فاقول له والله انت اي حاجه اي نوت جديده انت تروح تحطها لي في انبوكس. حلو. طيب نيو لينك
ماشي. انا عايز اخليها بس يعني دي بص عليها يعني لو بس بالك شكل اللينك فورمات هتعمله شكله عامل ازاي بالباث بتاعه ولا ايه. بص عليها يعني عموما detect all file extensions. طيب دلوقتي انا لو عايز اضيف attachment، اضيف مثلا صورة او حاجة. ف فانا دلوقتي لو عايز اضيف صورة او حاجة برضو زي ما عملت في النوت الجديدة اللي هتضاف في inbox هنا في specific folder هنا وخليته هو inbox. انا عايز برضو لما اقول له مثلا لما تضيف صورة او حاجة تتحط مثلا في specific folder، والله انا هحطها مثلا في assets مثلا. بس الابيرنس بقى الاعدادات الثيم بتاعي. طيب انا هنا كمان ممكن اغير الفونت بتاعي مثلا انترفيس فونت مثلا عايز اظبطه شويه. اضيف مثلا فونت او حاجه. التكست فونت لو عايز اظبط فونت الفونت ظبط بقى يعني الاعدادات بتاعتك براحتك. ده في الابيرنس عموما. الفونت سايز مثلا عايز اخليه مثلا 20 مثلا، معرفش هو كبير كده 22 20 كويس 17 ايا كان يعني. حلو. دي شويه اعدادات بص عليها في الابيرنس براحتك عيش. بس انا اخش على السيمز على طول. مانج. عايز مثلا اختار سيم جديد. حلو. فانا اخترت مثلا حاجه زي مينيمال ده مثلا واقول له انستول. في حته الابيرنس دي انا دلوقتي عايز بص عليها كده. دلوقتي انا ممكن اخليه دارك مود او لايت مود او دارك مود، او اخليه على حسب السيستم بتاعي. بس انا اخليه زي ان انا اخليه لايت مثلا. ما بحبش اللايت بيوجع العين بس تمام. انا عايز اجيب لك السيمز اللي انا مثبتها عندي بص عليها برضو في الديمو ده. سي ان مثلا ايه شو انستول قول لي كده انا عايز اللي متسطب بس. حلو. فمثلا انا اخترت السيمز مثلا وعايز اختار مثلا حاجه زي بلو توباز ده مثلا عجبني السيم ده وقلت اثبته عندي. فاعمله انستول اند يوز واستخدمه. فبالتالي هيكون شكله متغير عندي كده. غير الشكل الدنيا عندي خالص. وابدا ابص كده بره. شكله اتغير. وده برضو مثلا ده شكل اللي هو الدارك مثلا بتاعه عامل كده. جميل برضو شكله لطيف يعني الى حد ما. بس فممكن مثلا انزل حاجة مثلا سيم تاني زي اللي هو سي مثلا ناخد مينيمال ده مثلا واقول له مثلا انستول اند يوز مثلا وابدا استخدمه. في سيمز كتير بقى يعني انت بتخش كده تعيش بقى جوه السيمز دي واللي يريحك واللي يدخل دماغك واللي يعجبك اختاره. بس زي مثلا اخدت السيم ده مثلا واستقرينا عليه خلاص بالشكل المعفن ده. تمام. خلاص تمام. نشوف اللايت بشكل اللايت بتاعه عامل ازاي. الزبالة برضو تمام. فحلو قوي لحد هنا كده. ونفترض احنا لا قدر الله اخترنا شكله وحش قوي بصراحة. زي مثلا نجرب السيم ده كمان يا رب يعني يطلع عدل. نفترض ان هو حلو وخلاص عشان الوقت. ماشي. شكله زبالة برضو تمام. وده الشكل اللايت بتاعه ازبل. فخلاص نفترض ان احنا استقرينا ماشي وعرفنا السيمز والدنيا ماشية ازاي. والزوم برضو احنا مثلا عاملينها زوم مثلا هنا كده 100%. دي رجعت طبيعتها. انا مثلا عايز اكبر البتاع شوية هنا زي ما قلت.
كنترول وبلس او كنترول ماينس، ويزوم زوم اوت وزوم ان. بس دي لو عايز اغير شكل الايقونه بتاعت الابلكيشن نفسه. ده الهوت كيز. انت بقى بتبدا تبص على الحاجات دي، تعمل انت حاجات اختصارات ليك وكده وعيش. الكور بلجنز، البلجنز اللي موجوده اصلا في الابلكيشن نفسه، بص عليها. دي يعني زي الجراف فيو مثلا، عايز اخفي الجراف مثلا مش عايزه موجود، بتتشال من هنا كده اهي. بص هنا كده، واو ماجيك، سوري. فدي مثلا فايلات مثلا مش عايزها تكون موجودة، وهكذا. دي برضو الكانفاس مثلا مش عايزها تكون موجودة فتتشال، وهكذا بقى. يعني دي الكور بلجنز اللي عندي. طيب في بقى حاجة اسمها كوميونتي بلجن. انا عايز دلوقتي انزل حاجات بالكوميونتي نفسه، اللي هو بتاع اوبسيديان بقى بينزلوه وبتاع وكده وبيدعموا الدنيا. فانا اخش عليها كده واقول له ايه، تيرن اون اند ايه ريلود. واو ماجيك، سوري. تمام، تمام التمام. فانا دلوقتي عرفت مثلا خلاص كده ال 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 فادخل على الكور بلجنز دي، ابدا ابص بقى الدنيا فيها ايه. وري كده يا عم ترن، يا عم ترن اون، يابا ترن اون. فبراوز بقى الدنيا كده واشوف فيها ايه. انا هغش من عندي يعني الدنيا. كالندر دي مثلا، الكالندر دي بتعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي. انا هاخد الكالندر دي مثلا، دي بلجن موجوده، شكل حلو كده. عايزين بقى ايه، نروق الدنيا على على الشكل المعفن بتاعنا ده. ماشي، وابدا كده ايه اقفل الحاجات دي، او ممكن اعمل كلوز اول تقريبا. ماشي. فانا هنا كده افتح في الجنب ده كده في البلجنز بتاعتي. خلاص انا عندي كالندر هنا. ابدا افعلها، اقول له بعد ما تقول انستول فعلها. خلاص تمام. بالتالي هتلاقيها ظهرت عندي بره هنا كده. اروح ابص عليها فين اهي، دي الكالندر. انا ممكن احطها في جنب هنا كده تبقى شكلها حلو قدامي. كمان برضو ممكن اجيب الجراف ده، اقول له بص تعالى كده شكلك حلو، تعالى هنا. ماشي. فبالتالي اداني شكل ايه لذيذ سيكا. عندنا مثلا حاجة، واحد مثلا انا دلوقتي بحب اتعامل مثلا بطريقة الرسم مثلا، بس بشرح حاجة لنفسي او بشرح حاجة لحد. فبراوز مثلا كده وابدا اشوف اللي هي بتاعت اكسل. هي دي الاكستنشن دي برضو انزلها. انا هحاول اسيب اسامي الحاجات دي ان شاء الله في الفيديو، او دور عليها انت يعني، معلش. فانزلها واعمل لها انيبل عادي. ماشي خلاص. يا ابني انيبل، يا ابني الله يهديك يا ابني. تمام. فتظهر لي هنا برضو في الشمال هنا كده، واعمل مثلا نيو مثلا الدرو دي. يبدا يقول لي واو ماجيك، سوري. فهبدا مثلا نوت جديده. ده لو عايز اضيف نوت مثلا عندي هنا كده، واضيفها في البورد عندي هنا. او مثلا اقول له خلاص تمام ابدا يلا. مثلا اشكال بقى وعيش براحتك وبتاع وحاجات الدنيا جميله خالص، دنيا بايظه. ماشي، وعيش بقى يعني. انت مثلا بتعيش بقى كده وبتتعامل مع الاشكال اللذيذه دي، اشكال وسخ. بس وتعيش بقى وتبدا مثلا ترسم حاجه مثلا او كده. معرفش هي شكلها معوقه ليه، بس تمام. وتبدا بقى انك يعني بتتعامل يعني بورد كأنها بورد انك بترسم فيها وبتكتب مثلا حاجات فيها وبتعيش يعني. بس ايه تاني عندنا اكستنشنز. خلاص نبطل اللعب هنا كده. نبدأ برضه نبراوز تاني كده. نجيب برضه حاجة لذيذة عندنا. دي برضه حاجة مثلا بتوريك الفولدرات بتاعتك.
والنوتس اللي تحتها. يعني مثلا تعالى نعملها انستول كده، انستول هنا. فهي مش بتخلي كل فولدر لوحده، لا بتوريك الدنيا واضحه ازاي ماشيه ازاي. ونجينا نبص على الجراف بتاعنا هنا كده، هنلاقي مثلا النوت دي مثلا فيها جايثون فيها كذا، وتبدا تربط الحاجه بشكل اعمق. مثلا زي تيستنج دي اهو، تيستنج دي مربوطه بالروت الاساسي. والروت يعني تيست، وهتلاقي تيستنج دي جواها سب نوت، وهكذا يعني. وبيبدأ يعني يوريك ربط الفولدرات على الجراف برضو، مبقاش الدنيا ضايعة عن بعضها خالص يعني. طيب احنا عايزين شكل السيم معفن قوي بصراحة، معفن جدا، بس تمام انا هستمر عليه لحد ما اذواق. بس ذوقه يعني زبالة بصراحة. شكل السيم وحش قوي، بس انا هفضل مكمل عليه لحد اخر الفيديو ان شاء الله. آه خلينا كده ناخد حاجة مثلا زي الهوم. انا عايز صفحة اول ما افتح تديني تبقى هي الصفحة الرئيسية بتاعتي. مثلا اهو انا هضيف دي صفحة كده، اعمل لها enable. حلو. انا عايز مثلا الصفحة دي، الصفحة اول ما اتك اضغط هنا يقول لي يسيب كل حاجة ويخليها صفحة اساسية. اول ما افتح البرنامج عايز الصفحة دي مثلا زي مثلا صفحة مارك داون دي، انا عايز اول ما يفتح البرنامج يروح على مارك داون. يعني مثلا انا مثلا فاتح دي، مثلا فاتح دي، عايز اول ما اضغط على هوم دي يوديني كده على هوم دي، اتك عليها هنا كده يوديني على ايه، على البيج اللي اسمها مارك داون. او مثلا زي ما انا بعمل مثلا، وعايز مثلا اروح على الهوم، زي مثلا انا فاتح النوتس بتاعتي اهو، اول ما اروح على الهوم بيوديني هنا، دي الصفحة الرئيسية بتاعتي دي. حتى لو قفلت الابليكيشن وفتحته هيوديني على الصفحة الرئيسية دي. فبالتالي انا هقول له بص، شايف دي كده، هتخش على السيتنجز، احنا دي بلجن، ماشي يا عم، فين البلجن اللي اسمها هوم دي؟ هندخل على السيتنجز بتاعتها. انا عايز اقول له هتروح على الفايل اللي اسمه مارك داون، بس تبقى دي الهوم بتاعك بس. وهقول له اوبن لما يفتح، يعني لما يفتح كده خلاص خليها اول الحاجه الاساسيه بتاعتنا. اول ما يفتح اصلا الابلكيشن هيروح عليه. فتحت هنا مثلا كده خلاص، اول ما اضغط هنا خلاص بقى ده الايه، الصفحه الرئيسيه بتاعتي. لو قفلت الابلكيشن وفتحته هيروح هنا على الصفحه دي على طول دايركت، مش محتاج. خلينا نثبت تاسكس دي كمان وهنعرف هي بتعمل ايه دلوقتي. فاكرين لما قلنا نعمل لها انيبل بس الاول؟ انيبل بقى يا الله يهديك يا ابني، انجز يا ابني، يا ابني عايز صلي يا ابني الجمعه يا ابني. ماشي. فانا مثلا هاجي هنا كده الداش دي وبعد كده البراكتس، فيعمل لي الشكل ده. بس في الاكستنشن دي او البلجن دي بتديني ان انا ممكن تاريخ بدايه سيتشوالد او ديو ديت، او مثلا ودي لي هايبربرتي ميديوم لو هايست لوست وهكذا. في خصائص ليها انت ممكن تظبطها كمان على فكره عن كده. فسي انا مثلا ستارت ديت مثلا هبدا فيها النهارده، ونقول مثلا هنهيها مثلا بكره، ماشي. ودي هايبربرتي وليها اي دي مثلا ماشي. معرفش ليه ما غيروش بصراحه الحوار الاي دي ده، بس دي مثلا هتجنريت يونيك اي دي ليها، ماشي. بس هبدا اسمي التاسك دي بقى نفسها التاسك نفسها بقى يعني هنكتب التاسك امتى؟ مثلا ريكورد مثلا فيديو. حلو. بس خلصت التاسك بتاعتي، خلصت. مخلصتهاش احذف دي كده، فيبقى مخلصتهاش بالظبط. يعني مجرد بس ما كده خلصتها على على التاسكس نفسها، وابدا اشوف السيتنجز بتاعتها، وابدا اشوف الناس تستفيد بيها ازاي. يعني ده الفورمات بتاعها. آه دي مثلا التاجات بتاعتها، مثلا ممكن اضيف تاجات مثلا زي مثلا حاجه مثلا زي تاسك مثلا. عايزك تستكشف البلجنز نفسها ماشيه ازاي. هي بص هنا عامله ازاي، هنا مثلا بشكلها عامل كده مثلا. افتح بقى وشوف وعيش، يعني الموضوع شيق جدا جدا جدا.
عندي بلجن مثلا زي ايكونايز مثلا، انا عندي شايف الحاجات دي كده مفيش شكلها شكلها معفن، خلينا نقول شكلها معفن. انا ما اعرفش ليه كده، ليه بقول كده. بس خلينا ماشيين عشان انا تعبت بصراحه. ايكونايز، نخش كده في ايكونايز دي، انستول. بتعمل شكل حلو للفولدرات عندي وكده. ماشي، انستول انيبل. خلاص عرفنا السكه بتاعتها فين. حلو، خلاص اتثبتت. يلا بينا نيجي مثلا هنا كده نقول له تشينج ايكون. عايز اغير ايقونه مثلا، ابدا اشكل بقى براحتي. يعني مثلا ايكون دي مثلا مش عاجباني، عايز مثلا اخلي شكلها مثلا كده مثلا، وهكذا وعيش بقى. طيب عندي برضو حاجه تانية زي قلنا ايه تاني؟ هايلايتر. قلنا ان احنا بنعمل الهايلايت بيساوي يساوي او كده، بتدينا لون اصفر بس. فانا ممكن برضو اقول له هنا هايلايتر. انا بتكلم كده ليه؟ معلش. فنخش على الهايلايتر كده، انزلها. يا رب يبارك، يا رب انيبل. الحمد لله. اتمنى من الله اكون قفلت صوت ان هو بس مزعج، بس يعني ان شاء الله. عملتها انيبل صح؟ طيب. فاجي مثلا هنا كده هايلايت مثلا كلمه معينه مثلا في الكلام ده مثلا كده، في الوورد دي مثلا راح اعمل لها ايه؟ هايلايت كده. عايز اعمل لها هايلايت باللون مثلا سيان مثلا. فين السيان مثلا؟ فبقيت عملت لها هايلايت بدأ. فهو شوف عمل لي ايه، عمل لي ستايل بتاعها وكده بس. فانا اقدر هايلايت اي حاجه بالاكستنشن دي مثلا. اجي هنا كده اقول له بص ايه، ان انا هايلايت الهايلايت مثلا دي مثلا بالجراي مثلا. حلو. طب انا عايز اشيل الهايلايت ده، اقول له ريز هايلايت. هشيله خلاص، مش عايزه. عندي برضو حاجه لذيذه زي كانبان. كانبان دي بقى يعني جنة جنون الكوري. سوري. جنة جنون الكوري. يا إلهي يا كانبان. انا اتجننت يا جدعان. انا قاعد بس بسجل بقالي اكتر من 4 ساعات تقريبا متقطعين. مش قوي يعني، بعيد بقى كتير بعيد. فهنخش على كانبان دي كده. هو عملت انيبل صح؟ يا رب عملت انيبل بقى. ماشي كانبان اهي. فهو ظهرها لي هنا كده، اقول له كرييت نيو بورد مثلا. فخلاص. فالكانبان دي عارفين انتوا كده، حد مثلا بيشتغل مثلا بالاجايل ميثودولوجي، حد مثلا ديفلوبر او حاجه او ايا كان، خليها نقول انها بتنظم لك البروجكت بتاعك او الدنيا. خلينا نخرج عن التك عموما عشان لو حد بيشوفه بره التك. مثلا حد بيشتغل بالموسكو ميثود مثلا. ايه الموسكو ميثود؟ نيجي مثلا هنا كده، انا ابسطها لك. الموسكو ميثود بيقول لك مثلا والله انا عندي البروبرتي مثلا بتاعتي بقسمها ايه؟ 4 حاجات. ماشي. اتنين معاقين شويه بس تمام. عندي مثلا حاجه اللي هي الموسكو ميثود الماست، ولا حاجه مثلا هي الشود، وحاجه اللي هي الكود، وحاجه اللي هي الوانت مثلا. الماست مثلا الحاجات لازم اعملها دلوقتي حالا. الشود الحاجات اللي لازم اعملها بس مش حياه، مش هتقف عليها يعني، بس مهمه برضو. الكود مثلا حاجات ايه هعملها لو فاضي. الوانت حاجات محبها بس ومش محتاج اعملها حالا خالص، ومش محتاجها حاليا اصلا في حياتي. مثلا الميثود دي مثلا. فانا بقدر بالكامبان دي مثلا اقول والله مثلا ايه دي حاجه مثلا زي اللي هي الماست مثلا كده. دي ماست مثلا، ودي البروبرتي بتاعتها هاي مثلا. حلو. واحطها في لسته. وابدا مثلا في الماست دي انا محتاج مثلا اصور فيديو مثلا ريكورد. سوري، فيديو ريكورد مثلا. وابدا مثلا اعمله كارت ذات كارت انت ذات كارت النهارده. عايز اعمل مثلا اذاكر مثلا استادي مثلا مثلا سي اكس اس اس مثلا. حلو. البروبرتي بتاعها مثلا ميديانز. حلو كده. فين دي الحاجات المهمه بالنسبه لي اللي لازم اعملها حالا في الماست. ابدا كمان مثلا اعمل حاجه هنا كده واسميها مثلا. انا قلت مثلا ايه؟
انا ما نسيت اسميها وانا بعمل اد مثلا او كده، فممكن اعمل هنا edit وليست الليست دي مثلا اسميها ايه، شود مثلا، والبروبرتي بتاعها مثلا ايه، ميديم مثلا. وفي ال وفي الشود مثلا اضيف كارد مثلا سي ان انا هذاكر study مثلا بايثون مثلا. حلو. وبعد كده اقول له ابدا مثلا في مثلا ابدا من يوم بكره، خليها بكره مثلا. حلو. اجي اضيف مثلا حاجه زي الكود، ماشي، واقول له مثلا قلنا احنا اخترنا الهايست واخترنا الهاي، حاجه مثلا ميديوم يعني، مش هتاثر على حياتي يعني لو ما عملتهاش. بس وهذاكر مثلا سي ان انا هذاكر ستادي بي اتش بي، ماشي، من امتى؟ السنه الجايه ان شاء الله. ممكن مثلا يوم ساندي مثلا. واجي قلت مثلا انا هذاكر كمان، ويت مثلا قلنا ان انا هذاكر سي مثلا، سي مثلا هذاكر سي او سي بلس بلس، وهذاكر دي مثلا دي كريتها النهارده. حلو. واجي مثلا في الوانت، ماشي، واقول له مثلا والله ستارتد وان، البروبرتي بتاعتها لو عادي يعني، مش مهتم قوي ان انا ما عملتهاش، مش هتقف الدنيا عليها يعني من الاخر. بس واجي في الوانت دي مثلا اقول ايه، تكلم صاحبتك مثلا، بهزر، ممكن مثلا بلاي مثلا تلعب مثلا مع بنت اخوك مثلا او بنت اختك، دي حاجه مش مهمه خالص، بهزر، دي حاجه مهمه جدا. بالتالي انا قدرت ان انا اعمل الموسك ميثود من خلال الكانبان. دي برضو ممكن مثلا امشيها مثلا في بروجكت سبرنتات، مثلا سبرنت 0 سبرنت 1 سبرنت 2 سبرنت 3، عملت كذا 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 كذا. عملت مثلا غير السبرنتات، اعمل مثلا باليوزر ستوري، مثلا ده اليوزر ده اللي عملت مثلا في سي مثلا في الفتره دي عملت كذا وكذا، وفي الفتره دي عملت كذا، وفي الفتره دي عملت كذا. بس ده سريعا كده حته الكانبان. والموسك موسب برضو يعني قلت بالمره نشرحها للناس عشان لو في حد مش عارفها، فهي لطيفه انك بتحدد اولوياتك، must should could want. must الحاجه المهمه الاساسيه لازم تخلصها، وما تحطش تاسكات 70 تاسكايه في اليوم، هي تاسكايه او اتنين. مثلا بتفطر، هي مش ماست، هي حاجه طبيعيه، هي حاجه روتينيه، ما تحطش الروتين بتاعك كانه تاسك، تعمل عادي، ما تحملش نفسك فوق طاقتها، عادي، بسيط، الموضوع بسيط، الموضوع بسيط جدا. اعمل اللي عليك، اختار التاسكية ولا اتنين. انت مثلا حطيت تاسكتين تلاتة في اليوم، خلصت منهم اتنين، عاش. عملت مثلا 4 تاسكات وخلصت منهم تلاتة، فانت خلصت 75% بحالهم من التاسك اللي عليك. عملت مثلا 4 تاسكات خلصت منهم اتنين، فانت خلصت 50% من اللي عليك. فما تشيلش هم بكرة، ما تشيلش هم حاجة، طالما انت بتسعى وبتحاول فخلاص. بس كده. اتمنى من الله ان تكون الدنيا هنا وصلت. في حاجة بس أخيرة، فاحنا كده عرفنا الايه البلجنز. طيب نيجي بقى لحتة دلوقتي ان انا عايز اعمل، اتفقنا ان انا لو جيت عملت نوت جديدة هتروح في الانبوكس اللي هو ده، وسي انك كتبت نوت جديدة اهو، راحت فين؟ وسميتها هي untitled، فانا اسميها نيو نوت، ماشي. فراحت فين؟ في الانبوكس، نوت جديدة، اي حاجة جديدة، اي نوت جديدة هتروح في الانبوكس. هي untitled حتى الكامبان راح عليها برضو، الكامبان الجديد راح فين؟ في الانبوكس، زي ما اتفقنا اي حاجة جديدة هتروح في الانبوكس. فانا هنا اروح كده في الانتايتلد دي واسمي مثلا الحاجة بتاعتي، اسميها اكس اس اس مثلا، سي اسميها مثلا فيديو مثلا editing. واجي مثلا اخش عايز اعمل بقى بروبرتيز مثلا للفيديو اديتنج بتاعي. فزي ما قلت، ثانية واحدة،
لو جيت عملت هنا كده فيو سورس، انا همسح الحاجات دي كده تاني، فاللايف بريفيو كده، وعايز اعمل بروبرتيز ايا كان، فالتلات شروط مع بعض دول، تلاتة مع بعض هيعمل لي الشكل ده. فانا مثلا هختار التاج بتاعي، اقول له مثلا والله انا في السي مثلا، ده التاج بتاع سي، سوري سي ايه بقى، اخليها مثلا ايه ادوبي بريمير مثلا. يا ابن الوسخة، ادوبي بري سي مثلا في التاج ده انا هكتب ادوبي بريمير، ماشي. فهو هنا يقول لي مينفعش التاج ده، لازم يكون التاج مفيهوش مسافة بينها وبين بعض. فتمام كده يا حبيب قلبي، مالك؟ او مفيش مسافة قبل ولا بعد. اكتب مثلا ادوبي افتر افكت، عايز اكتب ادوبي زي ما قلنا التاج ما فيهوش مسافه بينهم وبين بعض، ما في مسافه في الاول، ما فيش مسافه في الاخر، ماشي. دي التاجز. عايز اضيف بريبرتي مثلا اللي هو زي ان انا اعمل حاجه زي كده، معرفش. عايز اكتب تاسك مثلا عايز مثلا الياس ليها هي مثلا اديتنج مثلا. انا ممكن مثلا اعملها انها مثلا دي بيرنت لحاجه، بيرنت لايه مثلا، لل مثلا مونتير مثلا، مونتاج، خليها مثلا مونتير مثلا. والله ما اعرف بتتكتب ازاي. بيرنت مثلا لادوبي افتر افكت مثلا. ممكن اضيف حاجات كتير بقى، انت ممكن تضيف بريبرتيز انت تكتبها بنفسك، ممكن تغير تتشينج مثلا الحاجه زي كده. اضيف مثلا ايه البريبرتي بتاعتي الجايه، ابدا مثلا اكتبها انها ايه نمبر مثلا، والتشينج دي انا اخليها مثلا تشينج بريبرتي دي مثلا اخليها نمبر، تاخد مثلا نمبر 2 مثلا في حاجه معينه. اي اقدر مثلا برضو ان انا عايز اكتبها مثلا ديت، ماشي، والبروبرتي دي مثلا اخليها ديت او كده. اقدر برضو ان انا اخلي البروبرتي دي بتاعتي تبقى كون مثلا اي شيء انا ممكن اعمله. زي مثلا التشيك ليست مثلا، اقول له تشيك، واخليها تشيك ليست لو خلصتها مثلا او حاجه. بس فبالتالي ده شكل البروبرتيز عندي. طيب انا مثلا متعود الشكل ده، بعمل مثلا كذا نوت للفيديو اديتنج، كذا نوت، فمش كل مره هقعد اعمل اللفه دي. فبالتالي انا عايز حاجه زي تمبلت عندي جاهز يعمل لي الحته دي. فهروح كده على الكوميونتي بلجنز تمبلر، يا ولا يا ولا آه تمبلتر، تمبلتر. حلو، التمبلتر ده بقى هنعرف بنستخدمه في ايه ونستفيد منه ازاي، وازاي اصلا انا بستخدمه. انا حاسس طولت فشخ. ماشي. فبالتالي انا دلوقتي اخش كده في التمبلت، فين التمبلت؟ فانا عايز اخلي الحاجه اللي عندي دي تكون تمبلت عندي جاهز كده. فهروح هنا كده في الكور بلجنز عادي بتاعتي خالص، هتلاقي عندي حاجه اسمها تمبلت تقريبا. لو سرشت عليها كده قلت له
templates، وانا هختار مثلا فولدر هسميه templates. حلو. الفولدر ده مش موجود عندي، فبالتالي انا هعمله واكتب كده فولدر اسمه templates. حلو. في التمبلتس دي انا عايز احط الحاجه اللي انا هقدر، يعني تمبلت جاهز، انا عايز التمبلت ده يكون جاهز عندي استدعيه في اي مكان. طب تعالوا نشوف نعملها ازاي. هناخده من هنا كده وارميه هنا كده. حلو. فاول حاجه انا عملتها، رحت على الكور بلجنز، رحت على التمبلت في السيتنج تمبلتس في الكور بتاعتي، مش تمبلتس تاني، لا الكور بتاعتي والتمبلتس، وخليت التمبلتس ده تمبلت لوكيشن. يعني اقول له لما اختار انسرت تمبلت انا عايز اضيف تمبلت، هيروح فين؟ هيروح على التمبلتس دي، يشوف التمبلتس اللي موجوده ويعرضها عليا، يقول لي عندك تمبلت كذا تمبلت كذا، اتفضل اللي انت عايزه. سي انا هعمل نيو نوت واخليها مثلا ادوبي بريمير مثلا. ماشي. فعايز اضيف التمبلت ده. اضيف التمبلت ده ازاي؟ كنترول بي واقول له انسرت تمبلت. حلو. هيروح اصلا على التمبلت، الفولدر ده مش عنديش غير فيديو اديتنج بس، هيروح رمولي كده على طول. هروح تاني مثلا على نوت جديد اهو، هقول له سي مثلا اسميها تيست، واقول له اعمل لي كنترول بي اعمل لي انسرت تمبلت، يعني في الكوماند ده، او هقول له كده بالهاش كده الشرطه دي، اقول له انسرت تمبلت. حلو. وهيختار ايه؟ الفيديو اديتنج اللي موجود عندي. طب انا عملت هنا كده نوت جديده حلو، وسميتها مثلا باج هانتر مثلا. حلو. في التمبلت دي مثلا انا عملت البروبرتيز دي مثلا كده، سي مثلا تاجز مثلا اكس اس اس اكس اي حاجه يعني. أنا ممكن مثلا نقول ايدور مثلا. حلو. نختار مثلا كانبان بلجن مثلا، ايا كان احنا محتاجين نكتب ايه هنا. ان دي مثلا بيرنت مثلا لايه، بيرنت مثلا لايدور برضو مثلا يعني. وتعيش بقى، انا ممكن مثلا نمبر مثلا كذا، وده النمبر دي نخليها مثلا سيكشن. ماشي. وتضيف بقى بالبروبرتيز اللي انت عايزها. ممكن حتى نكتب هنا، نكتب مثلا سي ان انا اكتب مثلا تاج زي اكس اس اس مثلا. عايز اكتب حاجه مثلا زي هيدنج 1، هيدنج هيدنج 1 مش 2، هيدنج 2 مثلا. عايز اكتب مثلا اي حاجه، انا عايز اكتب ايه؟ اكتب كود مثلا بايثون مثلا او بي اتش بي، مثلا ايكو هلو مثلا. حلو. فده تمبلت اهو. فانا رحت مثلا كده في بي اتش بي مثلا، وقلت له اعمل لي نوت جديده. ماشي. واقول له مثلا اكس اس اس مثلا. هروح كنترول بي وعايز اجيب انسرت تمبلت بتاع باج هانتر ده، فحطه لي على طول. طيب انا عايزه اصلا، عايز الهيدنج ده يبقى التايتل بتاع النوت الجديده، يعني يقول له مثلا كده تايتل. حلو. بتاع النوت الجديده، يعني مثلا عملت نوت جديده سي سميتها اكس اس اس مثلا، سي مثلا سميها اي حاجه، اسميها ار سي اي مثلا اي حاجه، سميها اي حاجه احنا بس كده. فاسميها ار سي اي. فعندي مثلا كده ار سي اي خلاص. فعندي اكستنشن خارجيه اسمها كوميونتي
بلجن، فاروح في كوميونتي بلجن واروح اسيرش على حاجه اسمها تمبلتر، وانزلها عشان تعمل لي ايه، وافعلها. حلو. وابدا اخش كده، انت عايز ايه؟ انا عايز اعمل، فتظهر هنا عند تحت هنا كده، تظهر عندي بالشكل ده، اسمها تمبلر، فقال تمبلت باج هانتر. حلو. نو اكتيفيتور كان ابنت ماشي. فانا عايز اضيف تمبلت هنا، فاقول له والله بص انت هتضيف نوت جديده، انا هقول له كرييت نوت فروم تمبلت. فروم تمبلت اللي هو اسمه ايه؟ انا عايزك تخش تجيب لي باج هانتر ده معايا. انا عايز تخش من باج هانتر تجيبهولي. انا عايز مثلا اعمل نوت جديده من مثلا من حاجه زي انبوت كامبان ده مثلا، فراح اعمل لي ايه؟ عيد. طيب فالبلجن دي بقى اقدر بدل ما يبقى في مثلا عندي الفولدر اللي اسمه تمبلتس ده فيه كل حاجه، لا انا اقدر بالتمبلت ده بالبلجن دي اجي مثلا على فولدر بايثون ده، وهقول له هتضيف لي هتعمل لي نوت جديده من التمبلت. من انهي تمبلت؟ اي تمبلت موجود عندي، بيشوف ان النوتس كلها عباره عن تمبلتس عندي. زي هاخد مثلا كامبان ده كده، واقول له شايف دي اعمل لي منها ايه؟ تمبلتس عادي، هيخش يجيبها. ما اعتمدش بقى ان في تمبلتس ولا باج هانتر مثلا في فولدر تمبلتس او حاجه، لا هو شاف اي فايل بالنسبه له هو تمبلت اقدر اضيفه في اي مكان. يعني لو جيت هنا مثلا كده وقلت له افتحوا لي كده، جيت قلت له هنا كده كرييت نيو نوت فروم تمبلت. حلو. كنت وعايز اقول له النوت جديده من مثلا من ايه؟ من ريفرنس مارك داون دي مثلا. تاني الحته دي بص عليها تاني كده وافهمها تاني. خلينا دلوقتي ان احنا عندنا يعني الفايلات دي كلها مش موجوده خالص اهي، ديليت اهي، دونت اسك مي اجين. اوكي انا عايز امسحها. يا عم امين. هو تقريبا شال الديليت. طيب خلينا كده متفقين دلوقتي ان التمبلتس دي تمبلر تمبلتر تمبلتر اقدر ان انا اعمل اي تمبلت من اي مكان. يعني هقول عملت فولدر جديد اسمه باج هانتر. حلو. وهخش عليه كده وهعمل في الباج هانتر دي نيو نوت عاديه جدا، وهسميها مثلا السيكوال انجكشن مثلا. حلو. وهقول له كنترول بي، سوري كنترول بي، واقول له كرييت. بص هكتب له ايه؟ كرييت نيو نوت فروم تمبلت. يعني عايز نوت جديده
من تمبلت موجود. وهو ايه، احنا قلنا التمبلت هو عباره عن ايه، عباره عن فايل موجود في اي مكان في في التمبلر، في التمبلتر دي. فهروح كده اختار اي فايل انا عايزه يبقى تمبلت بالنسبه لي في السيكوال دي عجباني. مثلا انا متعود مثلا في تمبلتس بتاع باج هانتر دي مثلا، حلو، عايز اخدها ماشي، عايز تيستنج نوت ماشي، عايز مثلا ريفرنس كذا ماشي، هاتها، هيحطوها لي كانها تمبلت عادي جدا. تمبلت يا شباب. حلو، فاخدت دي مثلا عشان لو فكره مش واضحه. هيجي مثلا كده فين يا ابن الذين. الفكره بالنسبه لي ايه، انا عندي الصفحه بتاعتي كده، ودي صفحات تانية، دي صفحات تانية. الفكره مثلا دي عندي الصفحه بتاعتي، ماشي، ودي صفحات اخرى، صفحات اخرى، يعني مثلا صفحه اهي، صفحه هنا مثلا إيه، ماشي، و... وصفحه هنا، وصفحه هنا، وصفحه هنا، وصفحه هنا، وصفحه هنا. حلو، دي الصفحه اللي انا عايز اكتب فيها. دي الصفحه مثلا بتاعتي اسمها اكس اس اس مثلا، دي اللي عايز اكتب فيها. انا مثلا دي التمبلت ده مثلا بتاع vulnerabilities مثلا، ماشي. التمبلت ده مثلا مكتوب فيه مثلا اكس اس اس، ومكتوب فيه حاجات جوه. التمبلت ده مثلا مكتوب فيه مثلا ايدر. التمبلت ده مكتوب فيه مثلا اس تي اي مثلا، آه، ايا كان بقى، مثلا مكتوب فيه سيكوال انجكشن. التمبلت ده مثلا مكتوب فيه وبروبرتس بقى تحتيه، يعني ايش بقى، يعني مثلا ده مثلا مكتوب فيه ار سي اي مثلا، ومكتوب فيه بروبرتس مثلا كذا وكذا وتيبل ومش عارف ايه. فانا خلاص انا استقريت مثلا ان انا هكتب في الاكس اس اس دي، الاكس اس اس دي الاكس. فانا استقريت هكتب في الاكس اس اس دي مثلا. فانا استقريت هكتب مثلا في الاكس اس اس، حلو، الشكل بتاع الار سي اي ده عاجبني مثلا وعايزه كتمبلت. فانا بروح هنا بقول له كنترول بلس بي، واستدعي التمبلت بتاع الار سي اي ده. حلو، فبالتالي باخد الكونتنت اللي جواه كتمبلت ليا. فعشان كده قلت التمبلتس دي ممكن اخليها تكون جاهزه لاي حاجه. يعني انا مثلا بستخدم الار سي اي دي مثلا التمبلت ده، فانا هحطه في تمبلتس وخلاص. لكن انا ممكن استدعي من اي مكان بالتمبلر دي، بس فبستدعي المحتوى ده اللي هو المفروض كانه تمبلت في الاكس اس اس، وابدا اعدل عليه واشتغل عليه براحتي. بس دي الفكره. اتمنى من الله تكون وصلت. اخر حاجه، اتمنى من الله ما نكونش طولنا. كنت بتمنى بس ما طولنا وفشخنا الواقع. آه advanced table، ماشي، برضو نثبتها حلوة وبسمسم تيبل. فانت ممكن بقى تضيف تيبلز بقى وتعيش براحتك. خلينا كده نبص على طريقة الزيت الكاستم اللي انا معرفهاش كويس، ما اقدرش افتي فيها. خلينا نبص على طريقة الزيت الكاستم. الطريقة الكلمة ألمانية، حلو، فزي ما قلنا مش عارفين نتكلم عربي، فمش هتكلم ألماني. فمشيها وعديها دولي، عديها يا دولية برضو ايا كان اللي بيتفرج على الفيديو. ف اجي مثلا على الفليتنج دي والليترال والبيرمننت، بيرمننت. حلو، يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا دلوقتي النوتس بتاعتي جات لي مثلا، انا قاعد عادي كده، قاعد في حالي بشرب شاي، اعتبره شاي. جات لي فكرة معوقة، فرميتها في الزبالة.
طالما عشان مجرد ان انا مش عارف اودي الفكره دي فين. جه واحد تاني قال لك لا بص، انا الفكره دي اخدها كده، انا عبقري، ما اعرفش عبقري عامل كده ليه. اخد الفكره دي انا احطها على على النوتس عندي، انها فليتنج نوت، فكره جايه لي اكتبها ادونها دلوقتي زي ما هي، مش هفكر كتير، مش هبدع كتير، زي ما فهمتها هدونها. فصديقي العزيز عمل الفكره دي وراح كاتبها لي، مثلا كاتب في الفليتنج دي مثلا دي، كتب مثلا سي انا هعمل كذا كذا كذا. شاف الفكره بتاعته وحطها هنا في الفليتنج نوت. جه بعد فتره، بعد فتره ما بدأ ياخد الفكره دي مثلا، والله سي مثلا الفكره دي انا يعني هطورها، ماشي، اعمل عليها مثلا هي مثلا تاج مثلا فولو اب مثلا، انا هكمل عليه، انا اشتغلت عليها وهكمل مثلا. في مثلا واحد يقول لي مثلا لا والله الفكره دي لسه، انا لسه ببني الفكره دي، فعم مثلا عم حط معاها مثلا تاج اسمه بيلد مثلا، وهكذا. يبدا بعد الفكره دي مثلا خلاص خدها كانها فكره معفنه زي ما هي كده، يبدا ينضفها شويه، يطلع منها الافكار بتاعته، يجمعها، ياخد الريفرنس يوديه في الريفرنس. يعني مثلا كمان اعتقد ان يكون عندي كمان حاجه للريفرنس، مثلا حاجه انا واخدها زي ما هي كده من سي مثلا من كتاب او حاجه، فاخليها برضو في ريفرنس كده لوحدها، بحيث ان انا اعرف ان دي تبع الكتاب، مثلا حاجه واخدها مثلا من كتاب او ايا كان. وبعد ما نضف الدنيا وظبط الاداء وخلاص وخد ريفرنس وخد من هنا ومن هنا، يعمل حاجه في الاخر بقى اسمها بيرمنت نوت. هي نوت، نوت، بيرمنت نوت، يعني حاجه نهائيه بقى خلاص، اللي هو النوت اللي انا لو بصيت عليها افتكر اه دي كذا كذا كذا. والبيرمنت نوت بتبقى عباره عن وان نوت، نوت واحده. يعني مثلا اقول مثلا خلينا نقول مثلا ال الايدر مثلا، انا بغير الاي دي مثلا بتاعي من الاوبجكت كذا. انا عايز اجيب لكم مثال سهل. خلينا مثلا نقول اللي هو البيرمنت نود بتاعي، ان انا بعد ما خلصت إيه شيء مثلا، هي حاجه واحده. انا عايز اجيب مثال بسيط مش تكنيكال عشان الناس مش تكنيكال برضو حابه تضيف في الحته دي. هقول مثلا الحيوان مثلا النمر سريع جدا ومواصفاته كذا كذا كذا، دي في نوت واحده مثلا، مثلا. فبالتالي خلاص انا عرفت النوت دي باسمها كده في فايل لوحده. جيت مثلا تاني شفت حاجة عن النمر وعرفتها وظبطتها بالطريقة دي، كتبت نوت في صفحة تانية. عرفت حاجة تالتة عن النمر برضو، اكتب برضو عنها نوت في صفحة لوحدها. في الاخر بعد ده كله راح اعمل ايه؟ عامل لينك مثلا ما بين دي ودي برضو ليها علاقة بدي. فبالتالي يبني عند الجراف اللي هو بالليفج ده مربوط بده، وده مربوط بده، وده مربوط بده، وده مربوط بده، وهكذا. يبني عندي الشبكة بتاعتي المعرفية. بس كده، هي دي الفكرة ببساطة. اطبقها ازاي عمليا؟ انا اول مثال عملي عندي كده، زي مثلا انا كنت واخد مثلا بذاكر، ده ديمو يعني مش اكتر، بذاكر مثلا حاجة في الباج هانتنج مثلا، حلو. شفت مثلا الحاجة دي عندي في خدت مثلا نوتس عليها وبذاكر فيديو او كده، خدت نوتس بالطريقة دي. اه كان ممكن اخد عشان كنت قاعد مركز في الفيديو كله على بعضه، فكنت محتاج في الصفحة لوحدها. ممكن مثلا واحد يقول لا انا كل نوت لوحدها وابدا اجمعهم، بس انا عملتها في صفحة واحدة عادي. دي الفليتنج نوتس او الانبوكس بتاعي، اللي هو مجرد ما جات لي فكرة حطيتها. الفكرة بتفلتره كل يوم او كل اسبوع، ماشي. وفي النهاية عملت مثلا حاجة زي البيرمنت دي كده، الميثودولوجي بتاعتي خلاص مثلا فيها كذا كذا كذا، الريكون في كذا، في التشيك ليست في كذا، في التستنج بروسيس مثلا في كذا،
مثلا يعني من ايه بقى، عملت الحاجات دي مربوطه، مثلا تلاقيها مربوطه ببعضها سواء بالتاجز او باللينكات، من خلال ان انا طبقت ذات الكاستم دي. هي يا جدعان علم كبير، بس انا بنقول المختصر المفيد منها. هسيب فيديوهات ومصادر لحد حابب يتعرف على الفكره دي اكتر، وهي مفيده جدا جدا جدا. طيب، اخر حاجتين، اخر حاجتين عشان كده خلاص. آه، بسم الله. انا ممكن اتكلم على حاجه عندي مثلا كده في التمبلتس. انا عامل تمبلت لطيف، عامل تمبلت اسمه نيو تارجت. مثلا انا مثلا لما باجي مثلا بعمل شيء معين، الناس بتوع الباج هانتنج مثلا وكده، انا كل مثلا مره عايز اعمل استراكشر للتارجت بتاعي. يعني مثلا عندي التارجت بتاعي سي هسميه اكزامبل دوت كوم، مثلا داخل على تارجت مثلا فيسبوك دوت كوم. حلو. فانا مثلا عايز اخش هنا اكتب التارجت بتاعي، اعمل له فولدر جديد، اسم الفولدر، اسم التارجت، فولدر فايل بقى للتكنولوجي بتاع التارجت، فايل لكذا، فايل للانفورميشن بتاعته، فايل للنوتس بتاعته، فايل للنوتس بتاع التارجت، فايل مثلا. فانا محتاج فايلات كتير وحاجات كتير، وهي نفس الفايلات لكل نفس التارجت. يعني سوري، لكل تارجت قصدي، نفس الفايلات لكل تارجت. فهعمل ايه؟ راح انا عامل كده في دي حاجه اسمها التمبلت اهو. انا عملت التمبلت ده. انت ممكن تروح للشات جي بي تي تقول له انا مثلا بعمل فولدرات كذا 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 وفايلات كذا 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 كل مره للفايلات لفايل معين. فبالتالي انا حطيتها زي ما قلنا اكستنشن اسمها تمبليتر دي. انا اقول له كنترول بي، واقول له كرييت نيو. انا بس مش سبتها في الاخر عشان ما نتقلش على الناس. الت ان وخلاص، او كرييت كرييت نيو نوت فروم تمبلت. التمبلت اللي هو ده انا عامله هنا ازاي؟ دي الطريقه بتاعت كتابه التمبلت بتاعت البلجن دي. روح لشات جي بي تي اديله التعليمات وخليه يعملها لك، بدل ما اكتب مثلا نوت عاديه زي كده. عادي جدا، عادي خالص، بسيطه. انا عملتها بالشكل ده بس بالاكستنشنز دي، عشان تقدر تساعدني ان انا اعمل حاجات بضغط زرار وكده. فاعمل مثلا create new template from، ماشي. وانا عاوز اقول له مثلا اختار تارجت جديد مثلا، فبيسالني هنا. كبر الشاشه كده على قد ما نقدر. تاني كنترول بي، او كنترول بي واقول له create new note from template، او alt to n. حلو. واقول له مثلا سوري نيو تارجت. حلو. وانا اسمي التارجت ده فيسبوك دوت كوم. راح قايل لي ايه؟ عمل لي فايل كده جميل اسمه كتب لي فيه تم انشاء هيكل فيسبوك دوت كوم داخل داخل باك باونتي تارجتس بنجاح، مع تارجت انفورميشن والبيز. طب تعالوا نشوف كده عملها ازاي اهو. النغل دي عشان انا ما كتبتش حاجه بس في اللي فاتت. ماشي. فراح قال لي فيسبوك تارجت نوتس عامله ازاي. دي النوتس اللي اخدها مثلا على التارجت، التكنولوجي بتاعته والريكون والاوثنتيكيشن مثلا بيشتغل ازاي، كل الحاجات بتاعت التارجت. ودي التارجت انفورميشن، معلومات عن التارجت نفسه، خدمه بيعمل كذا بيعمل كذا، تسجيل دخول كذا. تارجت نوتس بيز برضو، البيز مثلا بتاعه دي فيها حاجه مثلا عايش بقى. لو التارجت هنا مثلا اربط الدنيا ببعضها، يعني اربط كل الحاجات دي، عامل مثلا زي زيت الكاستم برضو كده، ان انا اربط الدنيا بتاعه التارجت من خلال الحته دي. ده البيز. انا مثلا عايز اروح على هنا تك هنا، اضغط هنا، اضغط هنا بس.
وتقدر تضيف وتطور براحتك على التمبلت ده، بحيث بدل ما كل تارجت نعمل له بقى الفولدرات دي كل مره ونوديه هنا، لا انا هعملها بالتمبلت وخلاص. الديت برضو لو عايز اعمل يومياتي في ال اجي هنا مثلا كده في الكوميونتي بلجن واكتب هنا براوز واكتب ديلي. هاجي هنا في الكور بلجنز وهروح على فين فين يا ولد، في الكور بلجنز بتاعتي في الديلي نوتس. لو عايز اخد نوتس يوميه بقى، حلو. ده الديت فورمات. انا عايز مثلا الفايل انا عايز اعمل له تمبلت مثلا ليه، حلو. عايز اعمل تمبلت لليوميات بتاعتي، فهاجي مثلا على التمبلتس كده وهقول له اعمل لي نيو نوت وسميه مثلا ديلي، حلو. في الديلي ده انا هعمل تمبلت بالشكل ده. خلينا ناخده من هنا كده سريعا. حلو. انا قلت له هنا ايه الديت، اليوم، الشهر، السنة. ده اليوم، ده التاريخ عادي. ده ده مثلا الويك، مثلا الشهر الاسبوع رقم كذا، الكوارتر الربع كذا او كذا، السنة، كل الحاجات الحلوة دي. بس فانا التمبلت ده مثلا انا هعتمده، هعتمد التمبلت ده خلاص. ف بحط مثلا البروبرتي بتاعتي برضو مثلا او كده، وابدا اعيش براحتي. التاسكات بتاعتي مثلا اعمل لها اي دي واعمل لها جنريت نيو اي دي وهكذا. مثلا اعمل له تومورو مثلا. وجيت عملت التمبلت ده في التمبلت. فارجع تاني بقى هقول له بص يا عم، انت هتعمل لي التمبلت ده هتاخده منين بتاعي؟ هتاخده من الديلي. تروح على التمبلتس، هتروح على الديلي، لما اتك عليه تعمل لي التمبلت الجديد ده. طيب هتحط الفايل الجديد فين؟ فقلنا احنا فين؟ في الديلي نوتس دي، في الفولدر ده. يعني اي يوميات جديده هتحطها في الايه، في الفايل لوكيشن ده بس. وهتاخد منين؟ من التمبلت اللي هو في الايه، في التمبلت اللي اسمه ديلي. وتبدا كده تعمل مثلا نيو نوت. خلاص أنا النهارده الجمعه اهو، بس تعملها لي فين؟ في الديلي نوتس. خدها منين؟ خدها من التمبلتس، خدها من هنا. فالديلي نوتس مثلا قال لي مثلا النهارده فرايداي مثلا كذا كذا، كوارتر كذا، الساعه كذا، ماشي الساعه. طيب ودي مثلا ده الشكل بتاعي. انت ممكن تعدله براحتك، انت تحنكش الحاجات دي براحتك. روح لشات جي بي تي قول له بص انا عايزك تظبط لي الدنيا كده، انا عدوى يا عمرو يا حلاق كده. انا رغيت كتير، بس اتمنى ان شاء الله يكون بفايده. ودي يا شباب الاستراكشر بتاعت الفولدرات بتاعتي، عشان لو حد حب يفكر يعني. فليتنج نوتس، ليترال نوتس، بيرمنت نوتس. ده اللي هو الماب اوف كونتنتس. مثلا لما شيرت تقريبا الحته دي على تويتر، اللي هو مثلا النوتس بتاعتي ده في السكيورتي مثلا، او حاجه مثلا في المذاكره ان شاء الله اللي بذاكرها دلوقتي. مثلا دي الطريقه بتاعتي، ودي ماب، يعني دي ماب بتاعتي، حلو. دي بروجكتس، والاريا دي الاستراكشر يعني، حلو. بس الريسورسز مثلا لو في حاجه مثلا عايز تحطها في ريسورسز او حاجه، انت مش شرط تعمل كل ده، انت تشوف انت ايه اللي يناسبك واعمله. نهايه وصلنا لحد اخر الفيديو ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون لطيف وخفيف، ولو طولت فمعلش. ولو انت فهمت فالحمد لله، هذا من الله. انا احسنت يعني فمن الله، ان احسنت فمن الله، وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. بس واي حد محتاج اي حاجة يسألني، حاول ان شاء الله اسيب مصادر وانا برفعه باذن رب العالمين. شكرا لو انت وصلت لحد هنا. متنساش تتابعني، معرفش ليه.
بس احنا بيقولوا كده، بس بيقولوا كده. بس هسيب لك بقى اللينكات، لينكدين، تويتر، فيسبوك، الحاجات اللي هم مشاهير بيقولوا عليها دي. بس كده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وباذن رب العالمين. لو حسيت ان الموضوع محتاج يتحسن او حاجه، ممكن نعمل فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير باذن رب العالمين.